عن العقود، عقد المشروع. وهنا انتوا هتاخدوا تاسك ان شاء الله في الاخر، هقول لكم عليه في الاخر. العقد بتاع المشروع، عقد بتاع اي عقد مشروع، انا عايزكم تتعودوا ان انتوا تقروا عقود. في من حضراتكم ناس ما شافتش عقود قبل كده، انا عارف. تمام. وفي ناس شغاله في الديزاين وملوش علاقه بالتنفيذ. لا، انا عايز حضرتك تبقى فاهم العقد اللي انت بتاخده من العميل موجود فيه ايه وايه التفاصيل، ولازم تقرا العقد. ممكن في بعض الشركات، انا عارف بعض الشركات العقد ده بيبقى تون كونفيدنشال، ما بيدوش حد العقود. انما الشركات المحترمه لا، لازم العقد ده يكون اكسسبل للناس. بعض الاحيان بيشيلوا بعض المعلومات البسيطه، انما العقد ده لان هو ده الرابط بينك وبين العميل، ده اللي انت ملتزم بيه. فلازم انت كمدير مشروع تبقى فاهم التفاصيل اللي فيه، التفاصيل الممله، وتقرا. اوعى تعتمد فقط، احنا معانا مهندسه ايمان، مهندسه عقود. اوعى تعتمد على بتوع العقود فقط، انت لازم كمدير مشروع تقرا العقد كويس جدا عشان تعرف تتعاون مع، مثلا لو انت الشركه بتاعتك فيها إدارة عقود، تعرف تتكلموا مع بعض إزاي. تعرف فروم داي 1. خد وقتك إن أنت تقرأ العقد وتفهم العقد. في بعض الحاجات بتبقى غامضة، بتبقى في مصطلحات قانونية أنت مش فاهمها، لازم تفهمها كويس جدا. لأن أنت تبقى قاعد في قاعدة مع كلاينت أو قاعدة مع استشاري، ويجي يقول لك دي موجودة عندك في العقد، فتبقى شكلك وحش قوي إن أنت مش عارف تقرأ العقد. يا جماعة، العقود هيكون فيها إيه؟ أي عقد المفترض ستاندرد بيكون فيه التايتل بتاع العقد. اوكي، انا هوريكم عقد يا جماعه، بس يعني اصبروا شويه معايا. التايتل بتاع العقد، البروجكت ايه، الباك جراوند بتاع، بيبقى فيه ديباجات كده في البدايه ان العقد ده مخصوص بكذا وكذا، مين البارتس بتاعت العقد اللي موجودين، الكلاينتس اسمه ايه، السب كونتراكتنج اسمه ايه. ممكن حتى الاستشاري يكتبه، الاستشاري بيبقى فيه الوصف للمشروع، ممكن ما يكونش وصف بالتفصيل الممل بس بتلاقيه في العقد. الكونتراكت دوكيومنتس بيبقى مكتوب ان العقد دوت ملحق ببعض الحاجات، ممكن يكون ملحق ب رسومات، ممكن يكون ملحق بمواصفات، ويقول لك المواصفات دي هي دي الملزمه ليك. فانت لازم حضرتك تقرا العقد وتعرف ايه هي مستندات العقد اللي مع العقد. تمام. زي ما انا كاتب كده. سؤال أستاذ هيثم لو سمحت. اتفضل. أنا في شركتي في عندنا اوبريشنز ما فيش بروجيكتس. وهذا الاوبريشنز تتلخص في محطات غاز كومبريشن ستيشنز ومولتي فيزيك بامبس تنتقل من موقع بترولي لآخر كل 6 إلى عام، ممكن سنتين. فلما عملت لأول مرة قمت بسؤال البروجكت كوردينيتور هل اه، ممكن أني أطلع على العقد، فاكتشفت يعني أنه هو أيضا لا يدري هل يوجد عقد لهذا المشروع أو لا، وقال لي أنه هذا أمر متعلق بالبزنس ديفلوبمنت ديبارتمنت. اه. فالسؤال المطروح هو الأوبريشنز ما فيهاش عقد؟ لا، هو العقد يعني موجود للبروجكت بس، أو أنه هذا أمر يعني متعلق بهذه الشركة لا، لا. والبوليسي؟ بص، الاوبريشن اللي انتوا حضراتكم شغالين فيه ده بعقد. هو مش عقد مشروع، هو عقد اوبريشن، عقد تشغيل وصيانه مثلا. غير عقد تنفيذ مشروع فروم سكراتش من البدايه، انت ما بتبنيش مشروع. بس في شغل اوبريشن فور شور لازم يكون في عقد، ده لازم يعني. أوكي. يعني ما فيش حد بيشتغل من غير عقد. في عقد تشغيل وصيانه ان انت ملتزم تشغل المنشاه ديت من وقت كذا لوقت كذا، ويكون عندك ستاف بالمواصفات ديت، مهندس ومدير ومدير الاوبريشن ومعاه مساعد ومعاه فنيين، وملتزم ان انت تعمل قطع، ان انت تورد قطع غيار، وما يحصل اعطال تصلحها في وقت كذا. كل ده عقد وتفصيلاته كتيره. تمام. فلازم يكون في عقد طبعا يعني. أكيد، شكرا. طيب، عقد التنفيذ هنتكلمنا، لازم تبقى حضرتك عارف الكونتراكت دوكيومنتس، مستندات العقد. طبعا هيبقى مكتوب، ممكن يكون في بريك داون للاسعار. إن في بعض الاحيان ما بيكتبوش لمسم كده رقم نهائي للمشروع، ممكن يكون في بريك داون لاسباب. ان انت ما تورد جزء من المشروع ممكن تفوتر الجزء دوت، او ممكن تقدم مستخلصات، ممكن تقدم فاتوره عشان تاخد. يعني مثلا اما تنفذ مثلا عقد كبير، مثلا في مباني كتير، اما تخلص المبنى دوت ممكن تاخد الفلوس بتاعته، فبيتعمل بريك داون، تفصيله ان ده بكذا، الطرق في الموقع بكذا. بيبقى في بريك داون عشان تقدر يديك سماحيه ان انت
تفوتر الاجزاء اللي انت خلصتها. البيمنت تيرمز طبعا اللي هي شروط الدفع، ان انت هتاخد دفعه مقدمه، هتدفع مثلا اما تورد حاجه ممكن تاخد منها جزء ويبقى فيه ريتنشن. يعني ايه ريتنشن؟ ان انت اما تورد جزء بدل ما تاخد البند بالكامل، هو بيسيب حاجه اسمها ريتنشن. فالريتنشن او الجزء اللي بيحتفظ بيه العميل من الفلوس ديت، هي دي بتبقى ضمانه ليه ان انت تخلص بعد ما تخلص اعمالك بالكامل 100%. لا انا هديها لك كنوع من ساعات الضمان. بيربطوا يعني ساعات بيربطوا جزء منها بعد الكومبليشن سيرتيفيكت، وجزء بيفضل بعد الديفكتس صح. نوتيفيكيشن. وخلي بالكم ممكن يا جماعه، مكسب المشروع هو بيبقى في الريتنشن، هو بيبقى في ال 10% وال 15% الاخرانيين دول، هو ده بيبقى مكسب الشركه يعني. فهو بيبقى عارف ان ده مكسبك الاخراني 15% ولا 10%. فانت لازم تخلص المشروع وتخلصه وتاخد الكومبليشن سيرتيفيكيت وتمضيها من العميل علشان يديك الجزء دوت. كل الكلام ده بيتكتب في العقد يا جماعه. طيب طبعا التايم اوف كومبليشن، العقد ده المشروع يبتدي امتى وهيخلص امتى، ولو في بعض الحاجات المايلستون تخلص امتى. طبعا بيبقى فيه اللي هي غرامات التأخير. غرامات التأخير ديت ممكن يحاسبك على بالأسبوع، بالشهر، بالأيام. ان انت لو بس طبعا غرامات التأخير بتبقى محدودة. ممكن يقول لك بحد أقصى غرامة تأخير مثلا 5% من قيمة العقد. اه هو بيحاسبك ان انت كل اسبوع بتتأخره في المشروع، انا هعمل عليك هابلاي عليك غرامه تاخير، بس بحد اقصى مثلا 5%، 2.5% على حسب العقد يعني. طبعا في حاجه اسمها البيرفورمانس والبيمنت بوندز، اللي هي خطابات الضمان. احنا بنتكلم على ان انت لما بتيجي تاخد انت كمقاول، العميل بيديك دفعه مقدمه، ما بيديهاش دفعه مقدمه بلا مقابل. هو بيديك فلوس بس انت بتديله خطاب ضمان عشان يضمن حق. تمام. فدي بتبقى البرفورمانس والبيمنت بوندز. او ممكن كمان بيبقى في حاجات بيسموها بيرفورمانس بوند او جارانتي بوند، ان انت بعد ما تخلص المشروع بتديله خطاب ضمان ان المشروع دوت ب 5% 10% من قيمه المشروع، ان المشروع بتاعك دوت هيأدي اداء كويس لمده سنه او سنتين. بعد ما بيخلص بيرجع لك خطاب الضمان بتاعه تاني. تغيرات في المشروع هنتحاسب ازاي؟ هنتكلم ازاي؟ انا هوافق اما العميل يطلب منك تغيير، يطلب ازاي؟ طبعا في عقود اسمها عقود الفيدك بتبقى منظمه الموضوع ده، بس احنا مش هناخد فيدك طبعا يعني. تمام. عقود الفيدك دي بتبقى عقود مفصله ومتحدده، وفي حاجه اسمها الريد بوك واليلو بوك والحاجات الكبيره دي. طبعا بتوع العقود فاهمين في القصه دي وبيدرسوها. انا دارس فيدك طبعا زمان، يعني درست جزء فيدك بس مجرد معلومات. فازاي احنا بنتعامل مع بعض لما يكون بيحصل فيه تغييرات. اما انت تشوف انت مثلا فور اكزامبل، اما تشوف تغيير وانت طالب تغيير، لازم تخطر العميل ان في تغيير في خلال مش عارف كام يوم، وهو لازم يرد عليك. فدي ليها بروسيدرز معقده شويه، مش معقده يعني، فيها تفصيلات يعني، بس كل ده بيبقى مذكور في العقد. طبعا بيتكتب برضو من ضمن العقد رقم 11 دي ان احنا لما نختلف مع بعض هنعمل ايه. هل لما نختلف هل هنلجأ للمحاكم؟ هل هنلجأ للتحكيم؟ ما هي درجات التقاضي في درجات. هل هيبقى في اربيتريشن، هيبقى في هنوصل لمحكمة اقتصادية موجودة في البلد ديت. وحتى كمان في بعض العقود بيحددوا مكان المحكمة. مثلا المشروع لو في الرياض يقول لك احنا لو وصل بينا الخلاف ان احنا هنروح للمحكمة، هيبقى المحكمة اللي في مدينة الرياض او في بريدة او وات ايفر يعني. حتى المحكمه كمان ده في حاله طبعا ان احنا وصلنا لخلاف في الاخر خالص. انما درجات التقاضي هي ليها طريقه. هل ممكن ما نوصلش للتقاضي، ممكن نوصل للتحكيم، ان احنا يبقى في طرف ثالث يحكم ما بيننا يعني. تمام. انهاء العقد، ممكن العميل يحتفظ بحق الترمينيشن او وقف الاعمال. دي برضو بتبقى مكتوبه. دي يحصل ترمينيشن لاسباب، طبعا مش حق مطلق للعميل انه يحصل ترمينيشن بلا سبب وانت ما تاخدش تعويضات. وكل الكلام ده بيبقى مكتوب. الورنتي والجارنتي بتاع المعدات، انت بعد حضرتك اما تخلص على حسب المشاريع. في مشاريع انت حضرتك بتدي ضمان على جودة الاعمال لمدة سنتين مثلا. في بعض المشاريع اللي هو المباني، مثلا المباني الجارانتي بتاعها بيبقى 10 سنين تقريبا.
في حد هنا؟ مهندسه ايمان، المباني بيبقى باشمهندس، ضمان عشري الضمان العشري يعني بيبقى 10 سنين، يعني حتى لو على ما اظن حتى لو مش مذكور في العقد لازم يطبق. القانون. ده قانونا يعني. اوكي، فالورنتي والجارنتي ده بتبقى حاجات مكتوبه. خلي بالكم الحاجات اللي بتبقى دقيقه فيها بروسيس عالي، زي مثلا محطات الميه. احنا عندنا محطات الميه، العميل لو شغل المحطه بطريقه غلط وبوظ البروسيس، مش يرجع يقول لي لا ده انت المحطه ما اشتغلتش. فبنتفق مع بعض ان هو لازم يشغل المحطه بطريقه معينه ببرفورمانس معين، ونكتب كده ان هو لو شغل المحطه غلط مش هيبقى انا كتكنولوجي بروفايدر او انا كمقاول انا اللي نفذت المحطه، مش انا اللي يكون عليا المسؤوليه. هو لازم يشغل المحطه طبقا لجداول التشغيل والصيانه اللي انا اديتها له وطبقا للرسومات، فالمسؤوليه بتبقى عليه هو. تمام، بس كل الكلام ده بيبقى مكتوب. طبعا السايت كونديشن ممكن ان العميل مسلمني المشروع خالي من العوائق مثلا، كل الكلام ده بيبقى مكتوب يعني. العميل حاجات السيفتي كومبلينس، انه يقول لي العميل خلي بالك انت لازم تتوافق مع الاشتراطات السيفتي بتاعت الموقع. طبعا انا اشتغلت ارامكو كتير جدا، وما ادراك ما ارامكو في مواضيع السيفتي وموضوع الكواليتي